تالت حاجة، اوعى تكون متخيل ان انت هتيجي على حرية الاعلام وهنسكت، لان احنا سامعين وعارفين ان خطوتك الجاية هي الاعلام، خطوتك الجاية هي الحريات. بكرة عندي 2 زملاء بتهمة اهانة الرئيس قدام النيابة، علا الشافعي وخالد صلاح. اوعى تكون فاكر ان احنا هنسكت. مش هنسكت، مش هنسكت، ولا الناس هتسكت، ولا الجماهير دي هتسكت. لا اغلاق قنوات ولا اغلاق صحف وما تقوليش بالقانون. اي تعدي على الحريات الانسانيه، حريه المراه، حريه الاعلام، حريه الطفل، حريه اي مواطن، اي حد يعدي على واحده مش محجبه ويزعق لها في الشارع محدش هيسكت. وعلى فكره الستات بقوا اجمد من الرجاله وانت عارف وانتوا عارفين. لا تعدي على حريات، القضاء لازم مشكلته تتحل، الاعلام مشكلتها تتحل، النقابات العماليه اللي انت فاكر انك سطيت عليها وبالدستور تقدر تحلها وقت ما انت عايز، مش هينفع. مفيش حاجه من دي هتنفع. المواد اللي عايزين نغيرها في الدستور لازم تتغير، لازم تتغير. عايز توافق يا عمنا، وعمنا ده مش دكتور مرسي، يا عمنا ده اللي هم كلكم يعني. عايزين توافق يبقى لازم في افعال، حب ومؤامره وحضن وكده لا شكرا. شربنا حب كتير، خدنا حضن كتير، لا عايزين حضن ولا عايزين حب، عايزين شغل على الارض، مصالحات، تصالح حقيقي. مش تكون ماسك لي السكينه من ورا وتقول لي قدمي انت السبت وتروح ضاربني في ظهري. ما هو دي هذه هي شيمتكم. وبنعمل الخبر ونرجع في كلامه، حد يستقيل ويرجع في كلامه، اعلان دستوري وتعديل. خلاص ما بقيناش لا نصدق ولا ناكل من الكلام ده. اما تصالح حقيقي بين كل فئات الشعب، او ربنا معاك بقى، ربنا معاك، ربنا معاكم. وهنفضل معارضه، وهنفضل نقول لا، وهنفضل كل حاجه هنفضل واقفين. انت محتاجني كمواطن، اما ان نعيش سويا او ربنا معاك. شوف هتحكم ازاي. ما حدث لابراهيم عيسى مزعج جدا جدا جدا. زملائي اتكلموا امبارح، يوسف الحسيني، عمرو اديب، ناس كتير اتكلمت امبارح. مزعج بالنسبه لنا جدا، لكن اكلت يوم اكلت ثور الابيض. ولو كلنا ما اتكلمناش عن ابراهيم فكلنا رؤوسنا هيطاح بيها او هنسكت. وعلى فكره انا مجهزه البيان بتاعي، والبيان بتاعي ان انا هتفرغ للحياكه وشغل المنزل. انا ست بقى هقعد اخيط، بعمل تريكو واشتغل في البيت. ده البيان بتاعي جاهز، وابلغت كل رؤسائي النهارده يا جماعه انا البيان بتاعي جاهز. لو انتم متضايقين خايفين من الاسئله، يعني متضايقين من اسئلتي، متضايقين من اي حاجه، انا البيان جاهز، مش محتاجين نضايق اي حد. ابراهيم راجل محترم، ابراهيم عيسى صحفي محترم، ابراهيم عيسى احد اقطاب 30 يونيو، ابراهيم عيسى زميلي في اول حوار مع المرشح الرئاسي حينها المشير عبد الفتاح السيسي، الرئيس الان عبد الفتاح السيسي. ابراهيم كان رجل مقرب جدا من هذا النظام، ممكن يكون اختلف معاه. فحصل ايه؟ ممكن يختلف، ممكن نختلف، ممكن انا اختلف مع ابراهيم، وكتير بختلف معاه، وكتير اكلمه ونقعد نشد ونجادل بعض. لكن اذا ما سمعناش بعض النهايه مش هتبقى كويسه.